مشاهدينا مساء الخير. النهاردة حلقة جديدة من برنامجكم حكاية وحدوتة. بصراحة أحب أبتديها بيسعد مساكم عشان أنا دايما بحب التفاؤل ويكون كده البرنامج متفائل، وعندي يقين إن مفيش مشكلة وليها حل. استوقفتني مقالة للدكتور عادل عامر النهاردة، بيتكلم فيها عن مشكلة الزواج العرفي والطلاق والعنوسة. وطبعا حكاية هدير مكاوي اللي قلب السوشيال ميديا، اللي نتج عنها طفل اسمه آدم. هنتكلم فيها. هيكون معايا النهاردة الضيف بتاعنا في حلقتنا الدكتور المستشار مدير مركز الدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة طنطا. هنتكلم معاه عن كل حاجة، هنتكلم برضو عن غلاء التجار، وهنتكلم قد ايه الشعب متضرر من الأزمة الاقتصادية اللي موجودة ولازم نشوف لها حل. برحب بيك دكتور عادل عامر، منورني النهارده في حلقتنا. قريت ازاي موضوع هدير مكاوي اللي نتجت عن الزواج العرفي، ودلوقتي هي في المحاكم والمفروض ان هي رافعه قضيه نسب. قريت ازاي الموضوع ده او تناولته ازاي من مواقع السوشيال ميديا؟ اولا هي هذه القضيه ليست القضيه الاولى في المجتمع المصري ولا تعتبر القضيه الاخيره، لان يوجد عندنا 5 مليون حاله زواج عرفي في مصر منذ 1971 حتى 2011. دي طبقا للاحصاءات الرسميه، لأن الظاهرة بدأت عندما تم فتح باب الهجرة الداخلية والخارجية للمصريين للسعي للرزق، سواء الزوجة أو الزوج، وتركوا أولادهم في سن المراهقة. فطبعا حصل بعد حالات الزواج العرفي تحديدا في 71 ثم بعد حرب أكتوبر في 74، كانت النتيجة أن الهجرة التي كانت موجودة في ذلك الوقت وغياب الأب والأم عن الأسرة أدت إلى وجود علاقات بين الجنسين في المدارس والجامعات. وكانت الجامعة هي أكتر حاجة دلوقتي انتشرت في الثانوية العامة دلوقتي، دي الكارثة الكبيرة إن الثانوية العامة ابتدى فيها موضوع الزواج العرفي. لأن هي بدأت بجامعة القاهرة، كانت نسبة 700,000، كانت آخر إحصائية صدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية في 1991 بنسبة 2% من عدد عقود الزواج في مصر، وانتشرت في المدارس الثانوية. الزواج العرفي له أسباب عديدة ومتعددة. مثلا زي ايه كده يا دكتور؟ كلمنا عنه باستفاضة. الزواج العرفي أولا يوجد 3 حالات أسباب الزواج العرفي. أيوة، عايزين ندخل في أسبابها الأول. السبب الأول هو صعوبة غلاء المهور والعادات والتقاليد المجتمعية التي تفرض على الزوج إحضار شبكة معينة أو مهر معين. غلاء الذهب دلوقتي. هو الغلاء موجود من 1071 بس على حسب نسب التضخم يعني. لأن طبعا هيقول لي طبعا الذهب النهارده ب 685 والذهب في سنة 71 كان ب 11 جنيه. كان برضو غالي. انا زي غالي جدا. غالي لان نسبه التضخم، لان متوسط الدخل كان في 71 14 جنيه ونص. فطبعا يجيبوا 1 جرام ونص ذهب. فطبعا في بعض الاسر تطلب كميه كبيره من الذهب، وشبكه غاليه، مصاريف غاليه. وطبعا في ظل وجود بقى اقتصاد حرب، هنا خارجين من 56 و67 و73، كان متوسط الدخل في مصر لا يزيد عن $1.5 في ذلك الوقت. فطبعا وكان الحد الادنى الحد المتوسط للاجور في مصر في الموظفين الدوله كان 23 جنيه و65 قرش بالظبط تحديدا يعني. فطبعا غلاء المهور ادى الى اللجوء الى الوسائل الغير الرسميه للزواج. الامر الثاني اللي هو سماسرة الخليج اللي يأتون من الخليج للزواج بفتاة صغيرة، بس بشرط أن يكون هذا العقد غير رسمي. ليه غير رسمي؟ لأنه متزوج بزوجة أخرى ولا يريد أن يدخل معها في صدام. دي كانت مشكلة كبيرة دي. كان وعملوا عليها فيلم اسمه فيلم لحم رخيص. إنه بيجوا بيتجوزوا البنات الصغيرين وياخدوهم ويبهدلوهم، وبرضه ندخل في مشكله النسب والاقامه. طبعا فكان يشترط
بيستغل حاجه الاسره الفقيره باعطاء مهر كبير بالظبط. من اجل ان يتم عقد الزواج عرفيا، وثيقه الزواج العرفي. الامر الثالث بقى اللي هي بنت تحصل على معاش والدها او امها، بتحصل على معاش زوجها ارمله تحصل على معاش، فاذا تزوجت زواج رسمي هتتحرم من المعاش. تمام. فكان بيتم بقى التحايل على هذا الامر، ويوجد بالضبط تحديدا كده طبقا للاحصاءات الرسميه اكثر من نص مليون حاله بنفس هذه الحالات. تمام. زواج عرفي من اجل الاحتفاظ بالمعاش الصادر اليها الكبير. في ظل الظروف الاقتصاديه طبعا بتحتاج المعاش، فطبعا لو تزوجت رسميا ينقطع المعاش. فكان من ضمن دي اهم 3 اسباب التي ادت الى انتشار ظاهره الزواج العرفي في المجتمع. في بقى سبب اخر اللي هو الابهه الاجتماعيه. يعني ايه؟ يعني رجل يتزوج بزوجه لا عزوه ولا اسره كبيره، يخاف ويخشى مثلا من زوجته الاولانيه فيرغب في اقتران بفتاه صغيره يتزوجها عرفي في مقابل جزء من المال يعطيها لها او لاسرتها، حتى لا يحدث تصادم ومشاكل مع الزوجه الاساسيه الكبيره اللي هو اللي ما يقدرش يستغنى عنها طبقا لعلاقات أسرية كبيرة. دايما بنحط الزواج العرفي بين قوسين للمتعة. يعني المفروض ان احنا عايزين حتى لو اي كان عنده من شريحة المجتمع عنده ظروف ما تمنعه من الزواج الرسمي، عايزين نقننه او بمعنى او نعمله ضوابط. بص حضرتك، هو ايه في سنة 2000 بالذات تحديدا يعني او سنة 99 قبل 2000، لان هو قانون الحقوق الشخصية الجديد صدر في يناير 2000، فطبعا في سنة 99 حصلت ورش عمل كثيرة، وكانت في مشكلة في ذلك الوقت تخص المرأة، وهي بقى عندما يتم الزواج العرفي طبعا ورقة غير موثقة وغير رسمية وغير مسجلة. فإذا فقدت الزوجة هذه الورقة ويوجد ورقة أخرى مع الزوج، فكان يتم استغلال هذه الورقة لابتزازها. فكان عندما تريد أن تتزوج زواج رسمي فيتقدم إلى النيابة بتهمة الجمع بين الزوجين بموجب هذه الوثيقة. تمام. فطبعا المشرع في ذلك الوقت طبعا لا يعترف بالزواج العرفي على الاطلاق، لان ما دام اعترف بالزواج العرفي يبقى ايه لازمته للزواج الرسمي؟ ما هو انا ما دام اعترفت بالزواج العرفي يبقى ملوش لازمه للزواج الرسمي. لكن الزواج العرفي غير معترف به قانونا نهائيا وليس له اي حقوق. وبنخش في مشكله النسب. ناتي بقى ايه طبعا هنا المشرع قال لك ايه؟ الزواج العرفي ليس له اي حقوق الا حق واحد. ايه هو؟ ان ترفع الزوجه دعوه تطليق من الزواج العرفي باي وسيله من وسائل الاثبات امام المحكمه، وتحكم المحكمه بالتطليق حتى لا تحاكم بعقوبه الجمع بين الزوجين. هي دي مجرد ان ده بيعترف فيه الزواج العرفي. بس لكن ليس له اي حقوق نسب، ليس له اي حقوق ميراث، ليس له اي حقوق نفقه، اي حقوق اخرى ما اقرها القانون للزواج الرسمي. ليس للزواج العرفي اي حقوق اي هذه الامور. بالنسبه بقى لدعوه اثبات النسب، بيتم اثبات النسب دون الزام الزوج باي حقوق ماليه او ميراث ولا نفقه ولا رعايه طفل ولا اي حاجه. الزواج العرفي برضو عشان نوضحها نتج عنها 5 مليون طفل بنسموهم احنا اطفال شوارع. تمام. اطفال الشوارع اغلبيتهم نتاج الزواج العرفي. تمام. عندما يتم او السفاح ايا كان او تريد الاسره الفقيره او تريد الاسره المشرده، او يعني في اسباب كثيره في الاطفال الشوارع، لكن اغلبيه اطفال الشوارع هم نتاج الزواج العرفي. عندما يحدث أول ثمرة لهذا الزواج يتبرأ الزوج ويتنصل من تحمل المسؤولية، فتتحمل الزوجة هذا الطفل فتطرده في الشارع. تطرده في الشارع. فطبعا استغلوا أطفال الشوارع دي، تم استغلالهم استغلال سيء في كافة الأعمال، أغلبية الأعمال الإجرامية والإرهابية. من 2006 تحديدا بالضبط تم استغلال اطفال الشوارع. ليه بقى اطفال الشوارع؟ اولا غير مسجلين امام الاجهزه الامنيه، غير مسجلين لهم اي اوراق ثبوتيه، يصعب الوصول اليهم في اي ارتكابهم اي جريمه. فتم استغلالهم في ارتكاب بعض الجرائم للهروب وطمس هذه الجريمه لعدم قدره اجهزه البحث للوصول الى جاني لعدم وجود سجل رسمي
يثبت ثبوتيه هذا الطفل او ثبوتيه هذا الشاب. فتم استغلاله، وتم استغلاله من 25 يناير حتى الان في بعض الاعمال الارهابيه الاخرى. لان طبعا عندما يتم امساك طفل لا يوجد لديه اي اوراق ثبوتيه، فكيف يتم محاكمته؟ مش موجود ليه اوراق اصلا. فكان ديت من ضمن الاسباب التي بيأدت مشاكل كتير في محكمه الاسره بسبب قواضي النسب احنا عندنا في مصر يعني حضرتك احصائيات عجيبه. عجيبه جدا. او يعني نسبه الطلاق وصلت 40%. بص حضرتك عجيبه جدا. اقول لحضرتك عندنا اعلى نسبه عنوسه. تمام. 35% في النسب بين الجنسين. و40% نسبه طلاق. وهي 40% نسبه طلاق في ال5 سنوات الاولى. ما يعادل كل 6 دقائق طلاق. مظبوط. مظبوط. عندنا نسبه خلع لما تم تطبيق قانون الخلع في سنة 2000 في بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية 1 سنة 2000 عندنا 375,000 حالة خلع. ما يا دكتور برضو يعني معظم النساء لجأت للخلع عشان في رجالة ما بيرضوش يطلقوا يعني بالتي هي أحسن زي ما بنقول. لا ما احنا عندما اللي هو عشان ما تطلبش نفقة أو تطلب مصاريف. عندما نجد أن نسبة الخلع في الزواج الطويل نقف عند هذا الحد. لكن في تفسير بقى، التفسير ده صدمه هو بقى ايه؟ اتفضل. المجتمع لا ينظر الى المراه المطلقه نظره ريبه وشك، نظره عار. تمام كده. وفعلا حتى اصحابها بيخافوا منها. هذا هو اللفظ اللي انا استخدمته. الاسره تجد ان البنت التي طلقت من بعد سترها، نفس اللفظ اللي انا بسمعه كثير من الاسر، من بعد سترها وتعود اليها مطلقه تعتبر عارا على الاسره. فتضطر تعمل ايه بقى؟ حاجه اسمها الزواج النفسي، الطلاق النفسي. ايه الطلاق النفسي؟ تضطر الزوجه ان تطلق، ان تعيش مطلقه نفسيا او جسديا بين زوجها من اجل الا تتصف بوصف المطلقه، ما تاخدش وصمه مطلقه وترعى اطفالها ولا تحرم من اطفالها. ليه؟ لان القانون طب ما كده يعني بتحرم على نفسها الحياه، متعه الحياه. أغلبية المرأة المصرية تتحمل تحرم نفسها من متعة الحياة إلا عشان الحاجتين دول. ما تتحرمش من أولادها وما تتصفش بوصمة عار هي المطلقة في المجتمع، بالرغم أن المطلقة ممكن تعود للمجتمع أفضل مما كانت لاكتسابها الخبرة التي أدت إلى الطلاق الأول. ممكن في المرة الثانية يبقى عندها اكسبيرينس عالي في الدور الاجتماعي وكدورها كامرأة وكأم وكده. وعلى فكرة لما بتتزوج مرة أخرى بيكون زواج أفضل وأسعد من الزوج الأول، لأنها اكتسبت ولا تريد ألا تعيش هذه التجربة المريرة مرة أخرى بين أسرتها وبين مجتمعها وبين البيئة التي عايشة فيها. مش حابه تكرر نفس المأساة. فبتبقى حريصه جدا على التفادي على اي اسباب تؤدي الى الشجار او المشاكل الاجتماعيه داخل الاسره. وبرضه هي بتحط احتمالات كبيره انه مش هتلاقي على طول اول ما هتطلق هتلاقي عريس من امراه مطلقه وتبقى هي نعم صحيح مطلقه. صحيح. وهتبقى اكيد احتمالات كبيره جدا ان هي الزوجه الثانيه. المجتمع وانا اقصد هنا بالمجتمع الاسره بترفض المجتمع ما بيدعمهاش. والاسره الزوج ما بيدعموش ان يتزوج بمطلقه اخرى، بالرغم ان ممكن تكون المطلقه افضل كثيرا من العزباء في اول مره في امور كثيره، لكن هو نظره المجتمع لهذه الصوره جعلت للمراه يعني مراه مظلومه داخل المجتمع، فادت الى الطلاق النفسي. ايوه. الطلاق النفسي هي بتعيش مأساة في اسرتها وبتحرم نفسها من كل متع الحياه من اجل الا تتصف بهذا الوصف العار في المجتمع. تمام. برغم انه ليس عار، لكن هو للاسف الشديد عرف وبالذات العرف بدا بالصعيد، صعيد مصر، لان الصعيد مصر هنا لا يعترف بالطلاق في الاسره خالص على الاطلاق. حتى لو طلقت بياخد منها اولادها بيحرمها من اولادها. خلاص طلقت ده العرف في الصعيد. طبعا وانتشر في الوقت وانتشر هذا الامر في الوقت. عشان كده اللي عندنا احصائيات غريبه، عندنا اعلى نسبه عنوسه، اعلى نسبه طلاق، اعلى نسبه خلع، عندنا غلاء في المهور. طب ده نتاجه ايه غير الغلاء المعيشي؟ يعني نتاج الطلاق الكتير ده نتاجه ايه في المجتمع؟ نتاج الطلاق بص حضرتك، الضحيه رقم 1 هي الاطفال يكونوا في صراع دائم بين الزوج والزوجه، كلاهما معلش باللفظ احداهما. أيوة. تمام.
يبث في الطفل بذرة الكراهية للطرف الآخر. لماذا تم الطلاق؟ طب احنا رصدنا الحتة دي فين؟ عند الرؤية. بيتم الرؤية، الطفل مش عاوز يقعد مع والده 3 ساعات المتحددة في القانون على الأقل أسبوعيا، ينفر منه، بيخاف منه. ليه؟ من كلام والدته عليه. الشحن المعنوي. والطرف الآخر لو هي الحاضنة، وهو بيبث برضه بيبث فيه الطفل او الطفله الكراهيه لامه. يذهب الى امه عاوز ينفر، مش عاوز يجري، ومش عاوز يقعد معاها، لان البث فيه كم كبير من الكراهيه والحقد والاكاذيب في كثير من الاحيان، بحيث ان انه ما يطلبش رؤية الأم مرة أخرى أو الأب مرة أخرى. طب إمتى هنرتقي بمجتمعنا إن يبقى عندنا ثقافة إنه ما نتكلمش على بعض وحش بعد الانفصال؟ ودي الأخلاق. دي الأخلاق بقى. الأخلاق هي أن أضحي من أجل الآخرين، من أجل أن لا أسبب ضررا لطرف ثالث. الطرف الثالث هو أطفالي. الأطفال فعلا هم المتضررين فعلا. متضررين هم. وعلى فكرة قوانين الرؤية اللي هاجت الدنيا والدنيا هاجت عليها ديت عشان تجد حل بين الطرفين. يعني هنا القانون بيقول لك إذا تزوجت الزوجة تحرم من الرؤية. ده القانون اللي كان بيتشرع المفروض في مجلس الشعب. الموجود. لا كان في قانون وقانون تاني. المفروض ان هو كان يتشرع في مجلس الشعب هنا يعني هو هنا في ضغط نفسي غريب في القانون، وانا ضد هذا الامر على الاطلاق من ناحيه نفسيه. ايه هو اللي تم زياده سن الحضانه للطفل 15 سنه والطفل 18 سنه. لا بس البنت على ما اعتقد لحد الزواج. انا كمل. بعد 15 سنه بيخير الطفل أيهما يكمل لحين إتمام سن الرشد، فيقف عند المحكمة وأمام القاضي. ضغط نفسي رهيب. أنت عايز تروح لوالدك ولا لوالدتك؟ فطبعا يعني تلقائيا كده ضغط النفسي، الاختيار الضغط النفسي الرهيب، هيقول والدتي لأن أنا عايش معاه 15 سنة. بالظبط. طب يجي للبنت أنت 18 سنة عاوزة تستمري مع والدتك ولا لغاية سن الزواج؟ فطبعا طبيعي تقول مع والدتي. هنا حرمنا بقى، حرمنا اواصر الاسره وصله الرحم من حق الرؤيه وحق الرعايه وحق التربيه وحق المتابعه للاخرين، فاصبح محرم على الجد والجده والعمه والعم والخال والخاله. حق فقد نصف اهله. نصف اهله. نصف اهله. طبعا هنا كله بقى بيتشدد في اي ثغره من ثغرات القانون الرؤيه على اساس يفسد العلاقه الاسريه في هذا الامر. مين الضحيه؟ هو الطفل الذي يخرج من بيئه غير اجتماعيه سويه يكون طفل مشرد اجتماعيا ونفسيا على الاطلاق. وبتبقى وفي نماذج كثيره، يعني بيبقوا الاطفال نفسهم العصبيه شاملاهم، الانطوائيين شغلهم، الاكتئاب موجود، الانحراف الاسري بياتي من نتيجه هذا الامر. ايوه بندخل في مشاكل كتير طبعا نفسيه. وفي اطفال بتبقى عايزه اللي هي تتعالج نفسيا من سبب او ضراء الانفصال اللي بيحصل بين الام والاب. طب نظرتك ايه؟ يعني لو نرجع كده فلاش باك ورا شويه، هل مجتمعنا كان بنفس الضوضاء اللي موجوده دي دلوقتي في الالفينات؟ لا هو انا برضو عايز اقول يعني حتى الانفصالات زمان ما كانش بنفس الحديه دي. عايزين نقول هو المشكله في ايه؟ المشكله هو التناقض الخطاب الرسمي مع الخطاب الشعبي. يعني بمعنى ايه؟ طبعا عندما تم رصد ظاهره في سنه 81 تحديدا، رصد ظاهره الزواج العرفي، طلع الازهر كان له رؤيه حكيمه ان يحرم الزواج العرفي. ليه حرمه؟ لان الاثار المترتبه على هذا الزواج سوف تفسد المجتمع. فجاء الخطاب الديني الاخر الموازي من جماعه الدين المتوكل تحليل هذا الزواج. طيب نظروا نظرة ضيقة، لم ينظروا إلى الآثار المترتبة على هذا الزواج فيما بعد. لأن ضعف النفوس تغير في المجتمع. فطبعا فكان هنا أحد الأسباب التي أدت إلى زيادة
الزواج العرفي لأنهم أخذوا الفتوى من بعض التيارات التي تبيح هذا الزواج وأنه زواج غير رسمي، قصدي زواج شرعي وغير محرم شرعي. طب هو حرموا كذا نوع من أزواج من أنواع الزواج، المسيار لا ما احنا نقول يعني بص هم 5 حاجات حددها الفقه والازهر اقرها، هم 5 حاجات. اذا توفرت ال5 حاجات دول كان عقد الزواج سليم شرعيا. لو الولي يجب ان تتزوج الفتاه بولي. 2 المهر، ما فيش زواج من غير مهر. تمام. ايا كان القيمه، انا بتكلم عن 3 الشهود. 4 الاشهار. 5 التوثيق. هو بينقصوا اركان الجواز العرفي، بينقصوا 3 اركان. بينقصوا اشهار وبينقصوا المهر وبينقصوا ولي والتوثيق. بينقصوا اركان كتيره. 3 هم ما فيش غير توافر الشرطين. فطبعا الخطاب المطابق. بس يجي ناس بقى يقول لك لا، ما احنا زمان على ايام الرسول كانوا بيقولوا زوجتك نفسي وخلاص وخلص الكلام. لا الشروط دي موجوده ما عدا التوثيق. ايام الرسول كان الشروط دي موجوده ما عدا التوثيق. أيوة. بس التوثيق تم سنه 1929 ليه؟ لحمايه المجتمع من فساد النفوس التي كانت تنكر هذا الزواج والنسب. فوجد المجتمع يجب ان يتم توثيق هذا الزواج لحمايه المجتمع من الانحراف. فهي هنا الغايه، لان النفوس في سنه 1929 والنهارده مش زي ايام الرسول. ايام الرسول كان الكلمه ميثاقا غليظا للجميع. فطبعا فكان لا يوجد ضروره لتوثيق هذا العقد لعدم وجود فساد في النفوس. انت شايف حاله هدير مكاوي اللي هي رفضت ان هي تتكلم نهائيا على الراي العام والكلام ده، ان هي هل هتبقى قضيه النسب دي هل هيحكموا لها فيها ولا هتبقى زي قصه احمد عز وزينه؟ طبعا، لان هو القانون صريح، لا تقبل دعوى النسب الا بعقد زواج رسمي، وثيقه زواج رسمي. هو ممكن يثبت ان دي ابنه، في فرق بين اثبات ان دي ابنه، في فرق في اثبات النسب. اثبات ابنه ديت ممكن عن طريق تحليل DNA، خلاص دي معروفه حاليا، يتم تحويلها دي ابنه، لكن لا تحكم المحكمه باثبات النسب، لان اثبات النسب لازم وثيقه زواج رسمي. لذلك هي التي جنت على نفسها، وليس الرجل الذي جنى عليها. ليه؟ لان هي الذي وافقت على الاقتران برجل اخر بوثيقه عرفيه، وهي عارفه ان الوثيقه العرفيه لا يترتب عليها اي حقوق على الاطلاق. يعني قصدك ان الموضوع لازم يكون ليه ضوابط؟ طبعا. قانونيه. الضوابط القانونيه لا، هو الضوابط القانونيه عشان نحد منه، عشان بيطلع عنه نتاج صعب. الضوابط القانونيه موجوده، لان هو النص صريح، لا تقبل دعوى النسب او الزواج او الحقوق الزوجيه الا بوثيقه عقد رسمي. ده نص موجود في القانون. لكن هي المطلوب الضوابط الشرعيه لمواجهه هذه الظاهره، وضوابط المجتمع نفسه لمواجهه هذه الظاهره، واظهار حرمانيه. لان لغايه النهارده اعتقاد كل من يتزوج عرفيا انه حلال. اذا كان حلالا ما كان الزواج كله بقى عرفي. بالظبط، بقى عرفي. فطبعا طب الحلال امتى؟ متى يكون حلالا؟ ما دام يتسبب في اضرار المجتمع واضرار اخرى للاطفال الذين ينتجون نتاج هذا الزواج. طبعا ما فاتنيش ان انا اتكلم النهارده عن غلاء التجار، وهل هذه الازمه ازمه مفتعله قبل ثوره 25 يناير. ومعايا النهارده الدكتور عادل عامر، كان لازم اعرف منه، وكمان على السوشيال ميديا عايزين يعرفوا لحد امتى الغلاء وجشع التجار ده. ايه رايك استاذ عادل في الموضوع الغلاء ده؟ هل هو مفتعل قبل ثوره 25 يناير ولا؟ هو ليس مفتعلا، لكن هي من ضمن الحروب الاقتصاديه التي فرضت على مصر من بعد 3 يوليو 2013. لان طبعا من المعروف ان بعض الاستثمارات الاجنبيه التي لم تعترف بما حدث في 3 يوليو سحبت استثماراتها في مصر على راسها دوله تركيا، وقطر سحبت الودائع الاخرى، بالرغم من وجود ازمات ادت الى انهيار صناعه السياحه في مصر من الحوادث الارهابيه
العربيه ولا سعر الطائره الروسيه. لكل هذه الامور ادت الى تاكل الاحتياطي النقدي من العمله الاجنبيه من البنك المركزي، اللي هو اساسا هذا الاحتياطي بيواجه الظروف الاقتصاديه التي تمر بها مصر لتوفير الفاتوره الاستيراديه من السلع الغذائيه المختلفه. فطبعا عندما تم اظهار سعرين للدولار في السوق المصري، فطبعا كان يجب ان يتم تحرير الصرف للقضاء على تضارب السوق السوداء. فطبعا هذا التحرير ادى الى ارتفاع الاسعار. طيب متى يتم بقى التحكم في ارتفاع الاسعار؟ في امرين. الامر الاول هو استرجاع دور الدوله لتحقيق التوازن الاقتصادي. بمعنى ايه؟ ان الشركه اول خطوه خطتها اللي هي شركات الصناعات الغذائيه اللي هي 25 شركه تم ضمهم لوزاره التموين لتحقيق توازن ووجود اسعار مناسبه بعد تحديد سعر الصرف لمواجهه جشع التجار ومنع المنافسات الاحتكاريه. هذا سوف يتم بعد ان يصل الاحتياطي النقدي. يعني السلع هتنزل بما يعادل القيمه الحقيقيه. القيمه الحقيقيه للجنيه او الدولار. امتى بقى يتم التحرير؟ طب وهل محتملات نزول الدولار يعني في مخيلتك كده او كاقتصادي في اخر فبراير؟ اخر فبراير ان شاء الله. يعني احنا نطمن الشعب ونقول ان شاء الله في اخر فبراير الدنيا هتبقى تمام. ليه؟ ليه؟ لان في 31/12 كان الاحتياطي النقدي وصل ل 27.8 مليار دولار، متبقي 10 مليار فقط لغير لزياده الاحتياطي الى 38 مليار. في الحاله دي يكون البنك المركزي والدوله قادره على تحديد سعر الدولار والتحكم في سعر الدولار والتحكم في الفاتوره الاستيراديه للسلع الاستهلاكيه اللي احنا بنستهلكها 75% من حجم استهلاك مصر. طب يعني ما نقطعش دلوقتي السلع ولا اي حاجه اللي هي غاليه علينا، مثلا زي السكر اللي وصل 17 جنيه ده كل ده مرتبط لان احنا بنستورد 65% من حجم الاستهلاك من الخارج طبعا بسعر الدولار الحالي الذي تم تحريره. فلما يتم تحديد قيمته الحقيقيه فيتم الاستيراد بالقيمه الحقيقيه لهذا الدولار، فطبعا تنزل الاسعار. يعني احتمال يعني طمن الجمهور، بس انا عايزاك تطمن الشعب. لا ما هو يعني لو ان شاء الله على اخر فبراير نقول ان تحرير الصرف حدث في الاقتصاد المصري مرتين قبل ذلك. مره ايام حكومه الدكتور عاطف صدقي في زيد الدكتور محمد الرزاز، بس كانت الامور مش اكثر حده واكثر حرب كما كانت الان. حدث هذا التحرير ادت الى ارتفاع الاسعار لمده 6 شهور ثم نزلت الاسعار مره اخرى بنسبه 80%. والمره الاخرى حدثت ايام الدكتور جمال الجنزوري في سنه 2008 في الحكومه الثانيه له، برضه تم تحرير سعر الصرف لنفس الظروف ديت للتحويل بقى للاقتصاد الاشتراكي للاقتصاد الحر. ادت الى ارتفاع الاسعار لمده 8 شهور ثم نزلت مره اخرى 80%. بس ما ارتفعتش بالسعر الجنوني. ما ارتفعتش. لا ما هو المره الثالثه دي بقى دي كانت يعني في عوامل اخرى بقى، عوامل اخرى لسحب الدولار وضرب السياحه وتحجيم احتياطي. وبرضه الناس مش قادره تفهم ان مصر بتمر بازمه يعني او حرب اقتصاديه، يعني دي برضه حطوها بين قوسين عندكم كده ان مصر بتمر بازمه اقتصاديه، حرب. نعم. لازم نتعاون كلنا. يعني الحرب تمثلت في 3 امور. الامر الاول هو حجب تحويلات المصريين بالخارج. تمام. الامر الثاني سحب الاستثمارات الاجنبيه من مصر. سحب الودائع التي اخذتها مصر من دول اخرى. الامر الثالث الدعايه السوداء على ان مشروع قناه السويس الثاني مدمر للبيئه. ادت الى وجود بعض الدول حجبت استثماراتها نتيجه هذه الاشاعات التي روجتها الدول المعاديه لمصر. بشكرك دكتور عادل عامر، مدير مركز الدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة طنطا. نورتني النهارده وكانت حلقة مثمرة، وإن شاء الله تكون معايا ضيف في حلقات قادمة. إن شاء الله. هنخرج فاصل ونرجع لكم تاني، اوعوا تروحوا في أي حتة، استنوني.